المتعارف عليه عند علماء المصريات وخبراء الآثار هو إن الأهرامات اتبنت سنة 2500 قبل الميلاد، وإنها كانت مقابر لملوك مصر القديمة، ولكن الحقيقة إن في دلائل كتير حديثة تم اكتشافها بتثبت إنها في الواقع اتبنت من قبل كده بكتير، وإنها كانت مبنية بطريقة بتخليها تقدر تولد الطاقة بطريقة غريبة جدا. وعشان تفهم الموضوع ده كويس خليني الأول أكلمك عن الأهرامات دي شوية. الأهرامات دي يا غالي بتتكون من أكتر من 2 مليون و300 ألف مكعب حجري ضخم، وزنهم مع بعض يتجاوز ال 6 مليون طن، وعدد كبير جدا من الأحجار دي وزنها بيوصل لأكتر من 80 طن للحجر الواحد. مش بس كده، دول كان بيتم تقطيعهم من جبال بعيدة على بعد أكتر من 500 ميل من جنوب مصر، وبعدين بيتم نقلهم كل المسافة دي لمكان بناء الأهرامات، وكل ده اتعمل في عصور قبل الميلاد وقبل التكنولوجيا الحديثة. والأغرب بقى من كده هو إن الهرم نفسه من جوه جدرانه مصنوعة من نوع من الجرانيت موجود فيه مادة الكوارتز، والمادة دي بتقدر إنها تولد كهرباء لما بتتعرض لضغط كبير، وده زي الضغط اللي بينشأ من 2 مليون و300 ألف مكعب حجري وزنهم ملايين الأطنان. فلو مش فاهم مغزى الكلام ده فخليني أقول لك يا غالي إن بالشكل ده ممكن جدا تكون الأهرامات دي كان بيتم استعمالها في توليد الطاقة الكهربائية من خلال الضغط الشديد على الكوارتز ده، وباستعمال تقنيات كتير غامضة ومجهولة لحد دلوقتي. والفكرة بقى هو إن ترتيب الأهرامات الثلاثة بأحجامها ومواقعها مترتبة بشكل دقيق جدا ومبنية بطريقة شديدة الدقة، ده غير إن وقت ما اتبنت زمان كانت متغطية بطبقة من الحجر الجيري الأبيض اللي شكله كان لامع جدا تحت أشعة الشمس وكأنه بينور. وكمان الأحجار اللي مبني منها الأهرامات كلها متقطعة بحرفية شديدة جدا ومرصوصة كلها بزوايا ثابتة ودقيقة جدا، مستحيل كانت تتعامل بالشكل ده بطرق البناء القديمة وحتى بالتكنولوجيا الحديثة نفسها، صعب عليها تظبطها بالشكل الدقيق ده. فازاي بقى كان ممكن على حضارة قديمة وبدائية تقدر تبني صرح عظيم زي ده لسه لحد دلوقتي محدش عارف يوصل لأسراره ولا حتى يفكر إنه يعمل زيه؟ وإجابة السؤال ده مذهلة، لأن في باحثين جدد نشروا أبحاث وإثباتات مؤخرا بتقول حاجات أغرب من الخيال. يعني بيقولوا إن الحضارة المصرية القديمة ما بدأتش من 3200 سنة قبل الميلاد ولا حاجة، وإن عمرها الحقيقي أقدم من كده بكتير. ولو هتسألني يعني عمرها رجع لإمتى بالظبط، بص يا غالي، على حسب الاكتشافات والحسابات الفلكية الحديثة فأهرامات الجيزة الثلاثة موقعها متوافقة تماما بشكل شديد الدقة مع نجوم حزام أوراين النجمي، ولكنها مش متوافقة معاها في عصرنا الحالي، لا دي متوافقة مع موقعها زي ما كانت زمان من 10500 سنة قبل الميلاد، وده تم الوصول ليه باستعمال تكنولوجيا حديثة بتقدر تحدد حركة النجوم من آلاف السنين. ومعنى الكلام ده إن عمر الهرم الحقيقي ممكن يبقى راجع لسنة 10500 قبل الميلاد، وكل السنين دي مفقودة وواقعة من التاريخ المصري القديم ولسه لحد دلوقتي مجهولة للعالم تماما. ما نعرفش ايه قدر التطور اللي الناس دولت كانوا واصلين له، كلام ما بينتهيش هنا، وده لأن الحضارة المصرية القديمة تعتبر واحدة من أكبر وأغرب الألغاز الموجودة على سطح الكرة الأرضية دلوقتي، ومعظم تاريخها مازال مجهول لينا حتى الآن، ولسه في ألغاز غامضة ومذهلة عنها كتير. بس كده دي الخلاصة، ما تنساش تقول لي رأيك، هل ممكن تبقى الأبحاث والنظريات الحديثة دي صحيحة ويكون تاريخ الأهرامات وأبو الهول الحقيقي راجع لأكتر من 12500 سنة وتكون في حقيقتها مش مجرد مقابر بل هي وسائل لتوليد الطاقة الكهربائية لاسلكيا؟ وهل ممكن فعلا يكون في حضارة مفقودة كانت عايشة على أرض مصر زمان وكانوا بيستخدموا الكهرباء وعندهم تكنولوجيا حديثة، ولا كل ده مش أكتر من مجرد خيال ونظريات ملهاش أصل ولا أساس؟ هستنى أعرف رأيك في التعليقات، وما تنساش اشتراكك الجميل يا غالي في حلقات جاية كتير.